ازيكم عاملين ايه؟ عملتوا الترند ولا لسه؟ ترند إيه؟ حليب جوز الهند مع قوالب الشوكولاته اللي هي بتبقى خام دي، سواء دارك او العاديه. الترند ما شاء الله جميل، ومش لازم يعني نعمل نفس الكميه اللي بيقول عليها في الترند، نجيب ال 400 جرام. انا كانت علبه حليب جوز الهند عندي ومتاخد منها النص، وما خدتهاش كلها، كمان عملت حوالي 100 جرام مع حوالي قلبين او 3 قوالب شوكولاته خام عندي، دارك على فكره. عملت اقل من ال100 جرام عشان الشوكولاته اللي عندي قليله. حطيت حليب جوز الهند وحطيته على النار، مش حطيت اقل من ال100 جرام، وعليها قوالب الشوكولاته دي كانت بواقي عندي في التلاجة. وحبيت اجرب كميه صغيره، يعني بقول للناس اللي حابه تجرب كميه صغيره، لو خايفه ان هي الحاجه تبوظ منها او انها تخرب او مش يبقى طعمها حلو، جربي في كميه صغيره، مش لازم ترتبطي بالمقادير، اعملي نص الكميه على طول. وحطيناها وهنسيبها تدفى ويغلي على النار والشوكولاته تدوب. اول شوف هتدوب على طول، على فكره ما خدتش نار مني خالص. انا ما شاء الله تبارك الرحمن جربتها وطلعت جميله ولذيذه. ولو انك يعني مش عايزه الدارك، حطي شوكولاته، في شوكولاته خام مش دارك براحتك. حابه الدارك وحابه يبقى فيها سنه سكر، حطي عسل، حطي سكر. يعني اللي تحبيه، مش مرتبطه بحاجه معينه. جيبي قوالب الشوكولاته خام اهم حاجه، عشان تربط، عشان تخلي حليب جوز الهند يمسك، عشان يبقى عامل زي البودنج بالظبط. هنا ما شاء الله اهو. من بعد ما دوبته ودابت الشوكولاته، واول ما هتغلي تاخد الغلوه كده هطفي عليها واتاكد ان كل الشوكولاته دابت. في ناس بتغلي حليب جوز الهند الاول، بعدين تنزل فيه الشوكولاته وتقعد تدوبها عشان تسيح. عادي اللي تحبيه اعمليه. ده انا عملت بالطريقه بتاعتي وما شاء الله تبارك الرحمن طلعت جميله. هنا اهو بوريكم ان هو داب اهو، بدا يغلي، دخل في الغليان اهو. خلاص هطفي عليه النار وهنصبه بقى في كوبايه، في بايركس اللي عندك. انا ما عنديش اي حاجه غير كوبايه بصراحه، كوبايه الشاي. هي دي الكميه اللي طلعت اهي، عشان اقول لكم الكوبايه دي تقريبا 200 ملي اهي، ما كملتش يعني، حوالي 100 ملي او 120 ملي حليب جوز الهند. وحطيت عليها الثلاث قوالب شوكولاته اللي عندي وعملت بيهم البندق. مش لازم ايه ان انا اعمل الكميه كلها اللي هم قالوا عليها في الترند. هنا انا بوريكم الحبه اللي بقيوا هم ما شاء الله عملوا اهي، بقت عامله زي الكريمه اهو. بوريكم السمك بتاعها عامل زي الحبه اللي بقيوا يعني، جمده على طول، غير لما تبقى كميه. انا حطيته في التلاجة حوالي 10 دقايق. مسك شويه، هو عايز يقعد كمان ما شاء الله اهو. شوفوا القوام بتاعه. ده بعد 10 دقايق، لو سبته كمان هيمسك اكتر. سيبوه في التلاجة شويه، متستعجلوش عليه، انا استعجلت عشان اصور وانزل لكم الفيديو. اذا يعني جربوها وقولوا لي رايكم، ولو عجبكم قولوا لي رايكم في الكومنت، واشوفكم على خير، وجربوها وقولوا لي رايكم.